شايفين البسبوسه القمر دي؟ شكلها لوحده بيتكلم. تعالوا اقول لكم ازاي تعملوا احلى بسبوسه بطريقه سهله جدا، وما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو. اهم حاجه السميد اللي هنستخدمه نوعه يكون كويس عشان البسبوسه تطلع معانا ناجحه. ده النوع اللي انا بستخدمه، ده سميد عادي معلهوش اي اضافات، يعني مختلف جدا عن اكياس البسبوسه الجاهزه. هنحتاج كوبايتين من السميد وهنحط عليهم ربع كوبايه جوز هند، ولو مش عايزين تحطوا جوز هند ما تحطوش. وهحط كمان رشه ملح صغيره وهقلبهم مع بعض وهسيبهم على جنب. في طاسه على نار هاديه حطيت كوبايه الا ربع سكر، وهنسيبه على النار لحد ما يبتدي يتكرمل. زي ما انتوا شايفين كده في شويه سكر اهم اتكرملوا. هنروح نازلين على طول بكوبايه ميه سخنه. هتلاقوا السكر كتل كده ومسك في بعضه، ما تقلقوش، افضلوا قلبوا فيه والنار شغاله، مش هياخد منكم وقت وهتلاقوه داب تماما في الميه. بعد ما السكر بيدوب بنحط معلقه كبيره مليانه عسل نحل، ولو مش موجود مش مهم تقدروا تستغنوا عنها. بندوب العسل في الميه، بعد كده بنحط نص كوبايه سمنه، وطبعا بسبوسه يعني سمنه بلدي، بس لو مش متوفره نقدر نستخدم اي نوع سمنه بس يكون طعمها حلو. هنكمل تقليب لحد بس ما السمنه تسيح ويبقى عندي بالشكل ده. هنروح شايلينه من على النار ونحطه على السميد اللي راكنينه على جنب، وهنقلبهم مع بعض بس مش كتير. مجرد ما بنتاكد ان كل المكونات اختلطت ببعض كويس بنوقف تقليب، وده بيكون شكل المكونات بعد ما اختلطت ببعض. بعد كده هنحط الخليط ده في صينيه مقاس 28 او 30، مش اكبر من كده علشان ارتفاعها وسواها يطلع معاكم مظبوط. الصينيه تكون مدهونه كويس بالسمنه، ويكون ارتفاع الصينيه نفسه مش كبير. هنفرد الخليط في الصينيه بمعلقه او سباتولا. بعد كده هنخبط الصينيه كام خبطه على الرخامه علشان بس نساوي سطح الصينيه وشكل الصينيه يتظبط. بناخدها بقى نحطها في التلاجة من تلت ساعه لنص ساعه، وبعد كده بندخلها الفرن يكون متسخن من قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 180. بنحطها على الشبكة اللي في النص. بعد حوالي نص ساعة كانت وصلت عندي للون ده، بس انا حبيت الوش يبقى اغمق من كده، ففتحت عليها الشواية لحد ما اللون بقى اغمق من كده حاجة بسيطة. لما بحط البسبوسة في الفرن ببتدي احضر الشربات بتاعها. هو عبارة عن كوباية سكر وكوباية ونص مية، برفعهم على النار لحد ما السكر بس يدوب. بعد كده بحط معلقة كبيرة عسل نحل وبسيبهم ياخدوا غلوة واحدة بس على النار، وبعد كده بنطفي عليه وهو كده بيكون جاهز. لو مفيش عسل مش لازم خالص، ممكن نحط عصرة ليمونة، ممكن كمان تحطوا رشة فانيليا هتدي طعم حلو وريحة حلوة للشربات. شربات البسبوسة بيكون خفيف. اول بقى ما بنخرج البسبوسة من تحت الشواية وهي سخنة كده بننزل عليها على طول بالشربات وهو كمان سخن. طيب لو احنا عملنا الشربات وقعد عندنا شوية وحسينا ان هو بارد بنسخنه قبل ما نحطه على البسبوسة. يعني البسبوسة والشربات الاتنين لازم يبقوا سخنين. هتحسوا ان سطح البسبوسة مشقق، ولا يهمكم، مجرد ما البسبوسة هتشرب الشربات مش هيبقى فيه اي اثر لاي تشققات. هنغطي البسبوسة باي حاجة عندنا ونسيبها تشرب الشربات براحتها. انا غطيتها بصينيه نفس المقاس عشان اتاكد ان هي مقفوله عليها كويس. وما تقطعوش البسبوسه ابدا الا لما تبرد تماما. ويا سلام كمان لو عملتوها وسبتوها في التلاجة وقطعتوها تاني يوم هتاكلوا احلى بسبوسه. شايفين شكلها حلو قوي ازاي؟ مفيش اي اثر لاي تشققات. شكلها وقوامها وطعمها مظبوطين جدا. عايزاكم تجربوا الطريقه دي وتدعوا لي، وما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو، وبالف هنا وشفا على قلوبكم.